السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد، ويلا بينا نغسل كده شوية المواعين و نذكر ربنا كتير ونصلي على الرسول كتير جدا جدا. وزي ما احنا متعودين نستغفر كتير جدا. عايزة اقول لكم ان الحاجات دي بتبقى حلوة قوي، وبتخلي اليوم كده فيه بركة، وكل ما ذكر ربنا بيبقى على لسانك، والصلاة على الرسول على طول في على لسانك على طول. بصراحة يعني بجد بجد بتخلي كده في بركة، وفي بركة في الرزق، وبركة في اليوم، وبركة في كل حاجة انت بتعمليها في يومك. بتبقى ما شاء الله، وكمان بتبقى عندك كده هدوء اعصاب ونفسية حلوة بكل ده، بفضل الصلاة على الرسول والذكر والاستغفار دايما في لسانك. عايزه اقول لكم بقى ايه، نتكلم النهارده في موضوع كده ان شاء الله يكون ناخد رأي بعض فيه يعني. هو الصحة. نتكلم النهارده على الصحة يا جماعة. عايزه اقول لكم ان الصحة دي كنز بجد بجد. يعني لما اهالينا قالوا ان صحتنا دي كنز، وما يعني فيش حاجة في الدنيا دي تساويها، فعلا فعلا ما كذبوش. الصحة دي هي سر السعادة بجد، مش الفلوس. عمر الفلوس ما كانت سر السعادة. هي الفلوس وسيلة، والفلوس كمان يعني ما هتجيب لك عيشة حلوة، وهتجيب لك كل طلباتك، بس مش هتجيب لك الصحة اللي هتستمتعي بكل ده. الصحة هي اساس كل حاجة. فطول ما انت واقفة على رجليكي، وطول ما انت بتعملي حاجة ولادك وحاجة بيتك بنفسك، احمدي ربنا دايما. ودايما كده قولي يا رب ما تحوجنيش لأي حد غيرك. ودايما كده تفضلي تخدمي نفسك وتخدمي عيالك، وما تتحوجيش ابدا لاي حد. لو انت عندك القدرة انك انت تعملي طلبات بيتك وطلبات عيالك، فانت المفروض تفضلي تحمدي ربنا على ده طول ما انت عايشة. وسيبك بقى من ان مفيش فلوس، ولا مثلا الولاد تعبينك، ولا مثلا جوزك في مشاكل. كل ده محلول، وكل ده مقدور عليه. بس الصحة هي اساس كل حاجة. لان بجد الصحة، صدق اللي قال ان الصحة بتذل، دي حاجة حقيقية يا جماعة والله. يعني فعلا عن تجربة، وعن يعني تجربة شخصية. لو نمتي في السرير ما بتلاقيش حد يساعدك، ما بتلاقيش حد يجي يعملك، ما بتلاقيش حد يجي يخدم ولادك. فساعتها بتحسي بالاحتياج. والاحتياج ده احساس وحش قوي، بالذات لما يكون متعلق في رقبتك اطفال، وحد كمان، امك كمان او ابوكي، او حد ملزوم منك، حد كبير عايش كمان معاكي وملزوم منك. فبتحسي انك انت لو فيكي تعب الدنيا كله، لا انا لازم اقوم علشان الناس اللي متعلقة في رقبتي دول. فبتيجي على نفسك وتعبك بيزيد. وكل ما ده انت عمالة تيجي على نفسك وتعبك عمال يزيد، ومحدش حاسس بيكي. بس عايزة اقولك ان رب العباد حاسس بيكي، ورب الكون حاسس بيكي. اوعي تفكري ان الناس اللي انت عايشة معاهم مش حاسين بيكي، فحقك خلاص ضايع، وكل المجهود وكل التعب اللي انت بتتعبيه رايح عليكي. لا بالعكس. لو البني ادم نسي، البني ادم اصلا بطبعه نساي. يعني البني ادم اسمه انسان جاي من النسيان، فاحنا اصلا بطبعنا نسيين. فلو انت عملتي اي حاجة المفروض انك انت تتجازى عليها او تاخدي عليها اجر، لو اللي عايشين معاكي نسم، رب العباد عمره ما هينسى. وفاكر تعبك، وفاكر تضحيتك، وفاكر كمان وقت ما كنت محتاجة حد يخدمك وانت كنت بتخدمي اللي حواليك. فاكر لما كنت بتبقي منتش قادرة تقومي من مكانك، وبتقولي يا رب عني علشان الناس اللي ملزومة مني ديت، والناس اللي في رقبتي دولت اقدر ان انا اساعدهم. فربنا هيقويكي وهيقيمك. وبجد بجد يعني دايما يعني قولي لنفسك انا مش محتاجة لحد. انا محتاجة لربنا بس، فقط لا غير. هو اللي يقدر يعني ويقدر يقويني، ويقدر يديني القوة على اللي انا فيه. ما تقوليش يا بني ادم، لان البني ادم ده اضعف ما يكون، وما فيش فيه زي ما بنقول كده غير لسان. ما يقدرش يعمل لك حاجة.
البني ادم عبارة عن لسان بيدي كلام، سواء كلام حلو او كلام وحش، كلام بيشجع او كلام سلبي. هو البني ادم مفيش فيه غير لسان. عشان كده اول ما نموت ونخش القبر، اول حاجة الدود هياكله هو لساننا اللي احنا ما بنبطلش بيه كلام. بس يا ريت الكلام اللي بيطلع منه ده يكون كلام يعني محسوب علينا، يعني يكون كلام حلو وكلام حسن وناخد عليه ثواب، مش كلام يزعل وكلام كسر خواطر وكلام يوجع ويعني فاهمني. فدايما قولي يا رب، دايما استعيني بربنا في كل حاجة انت نفسك فيها، ودايما استغفري وصلي على الرسول كتير، زي ما قلت لكم قبل كده كتير قوي، ان الصلاة على الرسول بتجيب رزق وبتجيب كل حاجة حلوة، والاستغفار بتعينك وتقويكي وتسندك. بصوا يا جماعة بجد، كل ما الواحد، انا مش كبيرة سنا، يعني انا عندي كام سنة؟ انا عندي 37 سنة، مش كبيرة سنا، بس الحياة والدنيا علمتني حاجات كتيرة قوي. اهمهم ان القرب من ربنا احسن من اي حاجة في الدنيا، والتعلق بربنا هو التعلق الوحيد الصحي. غير كده كل حاجة بتضر البني ادم وكل حاجة بتضر الصحة. تعلقك بأي حد بتحبيه منهوش مضمون، اي حد لو كان هو مين ممكن يسيبك في اي وقت، وممكن ما تلقاهوش معاكي في اي وقت. ربنا عمره ما يسيبك، ربنا عمره ما يتخلى عنك. في أسوأ حالاتك كل الناس ممكن ما يبقوش حواليكي، بس ربنا معاكي. فخلي قلبك متعلق بربنا وذكر الله، وخليكي دايما كده يعني مع نفسك كده، في ملكوت كده، في ملكوت الله زي ما بنقول. بلاش تتعلقي بالناس، بلاش لما يكون عندك مشكلة في حياتك او حاجة مزعلاكي وحاجة خانقاكي تجري وتقولي اروح احكي مع صاحبتي دي، ولا اروح احكي مع اختي دي، ولا اروح احكي مع مثلا اخت جوزي. لا بصي، خليكي دايما كده. صدقوني والله، صدقوني والله العظيم، عن تجربة وعن تجارب كتير مريت بيها في حياتي. خليكي كده بينك وبين ربنا كده اسرار كده وحكايات. لما تكوني تعبانه ولما تكوني مخنوقه روحي اجري اتوضي. انا مش شيخه عشان ما تقولوش ان انت شيخه وبتوعظي وبتقولي، لا انا طبيعيه، انا زيكم والله، زيكم اقل منكم كمان. بس انا بكلمكم يعني عن حاجات عشتها وحاجات مريت بيها وحاجات نفعتني في حياتي فعلا. فلما تكوني تعبانه ومخنوقه وعايزه تفضفضي وعايزه تقعدي تطلعي اللي جواكي، اجري على طول اتوضي وافردي سجادة الصلاة بتاعتك وانزلي كده على ركبك وقولي يا رب. ما تقوليش يا بني ادم ابدا. صلي ركعتين لله وفضفضي بكل اللي في قلبك، كل اللي في قلبك طلعيه. يا رب ده عمل فيا، يا رب ده انا كنت كويسة معاها، ويا رب ده مثلا انا تعبت عشان الفلانة الفلانية، انا تعبت عشان فلان، انا عملت لولادي، انا عملت لجوزي، انا ما لقيتش مثلا رد فعل من مثلا من اختي، من اخويا، من ايا كان الشخص اللي مزعلك في حياتك. فضفضي لربنا وقولوا له يا رب يعني اديني على قد نيتي. صدقوني طول ما انت واثقه من نيتك وطول ما انت عارفه ومتاكده ان نيتك كويسه، وطول ما انت واثقه من نيتك ادعي من كل قلبك ربنا يديكي على قد نيتك. طول ما انت نيتك حلوه للي حواليكي والكل اللي حواليكي، صدقيني ربنا هيديكي من نيتك، هينوبك من نيتك. فطول ما انت كده يعني بتفضفضي مع ربنا هترتاحي. وكفاية انك انت مش هيجي عليك يوم من الايام هتختلفي مع حد وهيطلع سرك، او هيقولك مثلا انت قلت على فلانة ولا قلت على حد ولا كاني ولا ماني. ربنا احسن من اي حاجة في الدنيا. فضفضي مع ربنا، قولوا له يا رب انا تعبانة، شيل عني، قويني، اديني العون علشان اقدر اربي ولادي. إيه يا رب، انا نفسي نفسيتي تكون كويسة علشان اقدر اربي ولادي تربية كويسة واقدر ان انا اكمل في المشوار الطويل اللي انا ماشية فيه. يا رب قويني عشان اقدم رسالتي لحد الاخر واوصل ولادي لبر الامان. كل الحاجات دي اطلبها من ربنا، ما تطلبهاش من اي بني ادم. ومهما كان الشخص اللي عايش معاكي او اللي قريب منك بيحبك، فربنا يعني هو عنده كل مفاتيح كل حاجة.
خلاص كده بقى، زي ما احنا خلصنا كده مع بعض كده المواعين والبوتاجاز والحوض، وخلينا الدنيا زي الفل. زي ما انتوا عارفين انا بحب ان انا ادخل على المطبخ كده، اشطبه وبعدين اقف اعمل الاكل. عايزه اقول لكم ان انا مش في العادي بتاعي ان انا اسيب مواعين في الحوض او ان انا اخش انام واسيب المطبخ. بس الحمد لله على كل حال، انا اليومين دول تعبانه قوي، فعندي مشاكل في ظهري وعندي غضروف وكده. فربنا يا رب يشفيني ويشفي كل مريض. اليومين دولت التعب زايد عليا شويتين، ف يعني ما بقدرش ان انا اقف كتير، ولو وقفت عملت الاكل او عملت شوية حاجات في البيت فممكن يجي عليا الوقت اللي ما بقدرش اقوم اغسل فيه شوية المواعين. فمش هيجرى حاجة، مش هنموت زي ما قلت لكم دايما. انا ما بحبش اسيب حاجة في الحوض، بس ساعات الظروف بتحكم، وساعات بيحصل للواحد حاجات بتبقى اقوى منه. الحمد لله على كل حال. ربنا يا رب يجيبها كده جمايل من عنده ويشفيني ويشفي كل مريض. طبعا في ناس يعني مبتلية ابتلاء اكتر من كده بكتير، وفي ناس تعبانة تعب شديد، ربنا يشيل عنهم ويقويهم. ويا رب ان شاء الله كده يديني القوة والصحة كده ان انا اخدم بيتي وعيالي وما تحوجش لاي حد يا رب. الصحة زي ما قلت لكم اهم من كنوز الدنيا. الحمد لله على كل حال. لو شوية صداع ممكن ينيمونا في السرير. فربنا يا رب يكون في عون الناس المبتلية ابتلاء شديد، وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتهم، اللهم امين. النهارده بقى نعمل ايه يا امل؟ هنعمل اكله كده سهله وبسيطه. زي ما قلت لكم انا تعبانه، فمش عايزه اقف في المطبخ كتير ومش عايزه اعمل اكل يعني ياخد وقت معايا. فجبت سمك مشوي، وعملت كده شوية سلطة وشوية رز بشعرية. وقلت كمان ايه الولاد يعني بقالهم كام يوم بياكلوا عيش ومش عارفة ايه، وامبارح حمرت لهم بانيه وبطاطس وكلام من ده. فقلت النهاردة كده اعمل لهم لقمة رز سخنة كده واكلة كده، احنا كلنا بنحب السمك. فقلت اعمل لهم كده شوية رز كده واجيب سمك واعمل سلطة وكده، وتبقى اكلة حلوة وياكلوا بألف هنا وشفا. الحمد لله على كل حال. الدنيا علادة وعلادة زي ما احنا متعودين، وزي ما احنا كلنا عايشين وشايفين كل يوم مش زي التاني. النهاردة مثلا معاكي تجيبي وتعملي اصناف، وربنا مديك الصحة ان انت تقدري تقفي وتعملي. ويوم تاني بيبقى الايام مثلا بيبقى الواحد تعبان، بيبقى مفيش ايا كان بقى الاسباب. الدنيا علادة وعلادة، يعني ماشية علادة وعلادة. فالحمد لله والشكر لله على كل حال. ربنا يا رب كده يدينا الصحة والقوة كده ان نقدر نكمل. والحمد لله على كل حال. الدنيا صعبة شويتين 3 4، وكل مدى عمالة تصعب. فالحمد لله ربنا يقوينا ونقدر كده ان شاء الله نوصل ولادنا لبر الامان. والحمد لله احنا احسن من غيرنا يا جماعة، والله الحمد لله اللي بيحصل في غزة واللي بنشوفه. فكل ما الواحد بيشوف الحاجات دي بصراحة يعني بيحمد ربنا ويقول الحمد لله على النعمة اللي هو عايش فيها ونعمة الامان. واحنا احسن من غيرنا بكتير قوي. وده ما شاء الله كان شكل الاكل بتاعنا بقى بعد ما غرفته. قلت بقى اروح اغدي الولاد وانا وجوزي بقى نبقى نتغدى لما هو يجي من الشغل. فقلت اروح كده اغديهم. لو اول مره تدخلي قناتي يا ريت ما تنسينيش باشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وتحطي لي لايك وكومنت حلو كده من ايديكي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.